خواتاتي خوتي سلام الله عليكم. خواتاتي خوتي السلام عليكم. أيتما دي ستما أزول. بعد هاد الغيبة استسمح أن لا أريد، ما بغيتش نعود كل مرة نهضر وكل مرة نعطي واحد لا سميتو إلا ما كان شي حاجة اللي هو مهم كما سبق لي قلت شحال من مرة كنقول بلي أنا راه ماشي هدفي في اليوتيوب التجارة، لا. اللي بغيت نوصلو في هذه القناة هو حول الثقافة الأمازيغية أو حول التراث اللي هو جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمازيغية. وهنا كنخص بالذكر ما يتعلق بمنطقة سوس أو بلهجة سوس في الأمازيغية، اللي كيتعلق بلهجة سوس أو أمازيغية سوس. هنا دابا فاش أنا عندي واحد الشيء القليل من هاد التراث اللي بدا كيندثر او بدا كيضمحل كيموت شويه بشويه، وبغيت يبقى واحد شوي من هاد الشيء من نشعل من الله واللي اطلعت عليه في تجربه الحياه ديالي، يبقى حتى الى جاب الله الانسان توفى يبقى مرجع او يبقى يطلع عليه اللي بغى يستفد منه. وفي هذه الايامات المهم من اصدارات اللي هي شتها او توصلت بها هذه الايامات من اصدارات المعهد الملكي للثقافه الامازيغيه، من ضمن الاصدارات ديال سنه 2021 كاين واحد الكتاب يتضمن فيه بعض الحوارات مع بعض الفنانة الأمازيغ بما فيهم، وغادي نختص هنا كما قلت غادي نرجع للفنانة ديال سوس، ما غاديش نمشي للآخرين حيت ما خصنيش نتطفل على التراث ديال الأطلس ولا ديال الريف. غادي نجي للتراث ديال سوس وغادي نمشي لهاد الفنانة اللي هما روايس اللي تصدر قلت هذا الكتاب اللي غيكون واحد مرجع مهم اللي فيه بعض الحقائق وفيه بعض المسائل اللي ممكن الطالب الباحث او الطلبة الجامعيين اللي دايرين الشعبة الأدبية والأدب الأمازيغي أنهم يستفدوا منه ولو بشيء ضئيل ولو شوي قليل. قلت وهاد الكتاب ها هو راه سميتو في ذاكرة الموسيقى الأمازيغية في حوارات كما قلت. هذا الكتاب هذا اللي طلعت حيت كما قلت المسألة اللي عطت لي أنا الأهمية واللي هي مهمة عندي هو فن الروايس أو شعر الروايس. هذا الكتاب هذا مهم جدا بارابور بالنسبة لجوج ديال الفنانة الأولين اللي حيت باقي ما قريتو. يلا توصلت به واحد 4 أيام هادي، يلا بديت قريت الحوار الأول فيه والحوار الثاني. وهاد جوج الفنانة هما الرئيس الحاج المهدي بن مبارك، الله يبارك في عمرو، الله يدير البركة في عمرو مسكين اللي هو راجل كبير. ولقيت تما بعض الأخطاء الطفيفة. هاد الأخطاء الطفيفة ممكن تكون مطبعية، أخطاء مطبعية، ممكن تكون عن سهو ديال الفنان، ممكن تكون
مقصودة ما يمكنش ليا نحكم، لأنه ما خاص إلا غيتصدر شي كتاب. هذه غادي نقولها، أنا راه صريح في المسائل اللي تنقول. ما من كتاب غادي يتصدر من طرف هاد الأساتذة الباحثين اللي تيديروا هاد المسائل هادي، وإلا خصهم يطلعوا على واحد العدد ديال الآراء ديال الناس اللي مهتمين بهذا الميدان، واللي عندهم دراية بهذا الميدان، واللي تيعرفوا حياة هاد الفنانة. قلت من ضمن اللي شفت في القضية ديال بداية الفنية الرئيس الحاج المهدي بن مبارك، ربما ما شرش، ربما نسى، لأن قال هو أنه بدا مع اسم كان، لكن ما قالش بدا مع باه، لأن باه كان مقدم اسم كان على حساب علمي وعلى حساب ما تقال من طرف الروايس اللي لقاهم في الميدان. حيت هو كان قال لقى محمد القريمي، من ضمنهم محمد القريمي اللي قال هذه الهضره، من ضمنهم عمر هراولي، هادو كلهم مات الله يرحمهم، من ضمنهم واحد العدد ديال، من ضمنهم الحسن الزنيت، من ضمنهم ذكروا هو، ذكر الحسن الزنيت، لان الحسن الزنيت قليل اللي ذكروا. الحسن ابراهيم المقدم الله يوليه برحمته قليل اللي ذكروا. ذكرتو انا في دوك الاسطوانات ديال الدمسيري اللي دار في الستينات، قلت هادي ربما. وعاود في السطر الخامس في الصفحه 10 عاود قال لقى حسن بونصير اخ محمد بونصير. هنا ربما واش قال الاخ ولا غير غلطوا الاساتذه اللي كتبوها، لان ايت بونصير او عائله بونصير هي فخده في الدوار ديالهم، وهما عائله كبيره، ولاد العمام ماشي خوه، ولد عمو. كاين حسن وكاين محمد مبارك، حيت مبارك الرئيس مبارك كاين هو وخوتو روايش، ولكن محمد سميتو محمد مبارك. وكاين حسن ولد عم محمد مبارك. وكاين علي ولد عمهم عاوتاني. علي راه ولدو باقي، حسن الصغير، حسن بونصير الصغير دابا اللي كاين في الفرقه ديال الرقيه الدمسيريه، راه ولد علي، ولد الرئيس علي الله يرحمهم كاملين. الرئيس علي راه كان واحد المده جا لتيزنيت، وكان كيقلب يشري هنا دار، عرفتو انا جلست معاه. قلت هادي هذا. وعاود هذه في قضية الحاج المهدي. وربما خطأ مطبعي في بوابود، حتى هو بوابود خطأ مطبعي، هو راه ماشي هو سميتو بوابود. هذه ربما من ديال هذه القضية هذه عند الفنان الثاني. وغادي نمشيو هذه في قضية الحاج المهدي. الباقي كله مقاد وزوين وظريف وفي المستوى. هذا هو الكتاب، ماشي اي واحد جا بيكتب على رايس ولا غيدير ولا بغى يتحاور مع الرايس ولا فنان وما كيعرفش كيفاش يتحاور معاه، وما كيخلي ليهش المجال باش يكمل حتى الفكره اللي جاب، كيسد عليه وكيسبقو وكيجاوب هو. لا، خص الانسان الا بغى يدير استجواب او بغى يدير كتاب يكون شوي. حيت ذكر الحاج المهدي واحد العدد ديال ذكر بيكزاون، وذكر محمد القريمي، وذكر ولكن باسكيد ما ذكروش، لان بيكزاون وباسكيد لابلو الاغلبيه ديال الاوقات كيتلموا. ما عليناش. غادي نمشي للثاني. الثاني اللي كيهضر من اهم. غادي نمشي لديك القضيه ديال كيفاش تعلم
على كاين الحسين بوخريس موجود مع با دو بروبليم، ولكن غادي نمشيو اسيدي فاش قال من هم كبار الملحنين كلماته والحانه ما كايناش حتى هي بارابور في الصفحه نيت، هي نيت في الصفحه نيت الصفحه 19 ما اغلبيه الالحان اللي كاينين ما كيسبقش اللحن الشعر، لا، انه الشعر لابد ما تلقى ليه اللحن غديرو في البحور المتعارف عليها. الا خرجتي من هذا البحور ما يبقاش شعر، ان لابد اللازمه ديال الا ليلى لاي الا لي دلال وتزيد ليها كما قلت لابد من دوك الالحان القدام غير كيحوروهم، ما يدير اللحن صعيب من الصعب، كيتخذوا الالحان الاحواش يا اما ديال العيالات او ديال الرجال. بون مزيان، غادي نمشي لاخر حتى هو بيزداد عند الفنان الثاني بيقول بيزداد وكتبها بواحد الخطا اخر بيزداو ولا بحال ما قريتش الكتاب بالضبط. المهم في هذاك بيزداد يداو زمزم بيزداد راه كاينه في هذيك، وكاينه الرما ماشي الرما سيدي احمد وموسى. الا قال داك الفنان الرما سيدي احمد وموسى راه خطا، لان السوس كيقولوا لهم الرمان سيدي علي بن ناصر، وبالعربيه بالدارجه كيقولوا ولاد سيدي احمد وموسى. العرب اللي كيقولوا لهم ولاد سيدي الامازيغ كيقولوا لهم الرما سيدي علي بن ناصر او اهياض. وعاود جا وقال الرئيس بوجمعه وترودانت، الحاج بالعيد دخل حتى الرئيس بوجمعه وترودانت. بوجمعه الروداني راه ما مات حتى الثمانينات ولا الثمانينات ولا قبل كاع، ولا من وراء الثمانينات كاع. بوجمعه وترودانت ماشي هو الرئيس بوجمعه اللي في عهد الحاج بالعيد سجل 1920 ماشي هو بوجمعه وترودانت. راه هذا الخطا هو اللي كتوقع فيه حتى الاذاعه الوطنيه ملي كدير الرئيس بوجمعه الروداني وكدير فيها الرئيس بوجمعه. لا، تصنت الاذاعه الوطنيه وغتلقى بوجمعه بوحدو هو اللي قال الا ارى ما ادري غتاي غور يوجدي ومداو كل اي اللي اختمن وفودي. ماشي هو بوجمعه وترودانت اللي شاد ليها عربات القريبه. انا هنا دابا خص بنادم يميز اش تيقول، الا قالها الفنان ولا الا غلطوا هما في المعهد خص هادي تصحح. واللي سجلوا في فرنسا قال هذا الفنان انه تلقى بالدمسيري 72 بعد حادثة السير. لا، الدمسيري بين 72 و 69 راه 3 سنين هذيك من وراء حادثة السير، ماشي اثناء حادثة السير، بعد مباشرة بعد حادثة السير 72. لا غلط، وحده حادثة السير وقعت للدمسيري في عام 69 و 72 الا تلاقى مع هذا الفنان راه 3 سنين اللي دازت على الحادثة. زيد ليها ان وهروش ما رافقش الدمسيري لفرنسا، مشى وهروش بوحدو وفاش مشى الدمسيري مع راه ذكروا الحاج المهدي بن مبارك، ذكر مولاي موحد الفزات. مولاي موحد الفزات هو اللي كيدير لهم الفاتحه، ومولاي موحد الفزات كان كيدير الروايش لبرا. 61 داه مع سيركالطو في المانيا راه كنقولها، ومن المانيا لهولندا لبلجيكا لفرنسا. هادي راه فرنسا هادي راه قلناها شحال من مره ما خصناش نعاودوها، ولكن هاد الاخطاء ديما كنوقعوا فيهم. والدمسيريه 67 الطاكسي غير الراديو، وماشي حماده منتاج ماشي الاغنيه الاولى، حيت قال لك سجلوا الاغاني ديالهم الاولين في 64 في فرنسا. حماده منتاج سجل في الخمسينات وسجل الله الوطن هي اول اغنيه ديالته، عاد تبع ليها ما دري غا الله الوطن غي موري غا شكون انا من تنكا غي المد. خصنا نحطو
النقط على الحروف. عاد غادي نمشي الى كاين الوقت ندوز للقضيه ديال الموسيقى. الموسيقى قال انه زاد النوطه الخامسه ولا السادسه زاد النوطه لوطرا السادسه او الخامسه، ما عقلتش واش الخامسه اللي قال ولا السادسه. المهم راه النوطه هذيك لعبوا فيها الاتراك قبال، العثمانيين كانوا يلعبوا فيها. و فهاديك في العود وفي السنيترا وفي السنتير لا، وزيد ليها لوكتاف. الدبدبه الموسيقيه في الموسيقى العالميه كاينه من 3 هرتز، حتى ل 14000 هرتز. من 3 هرتز حتى ل 14000 هرتز. من 1 أوكتاف حتى ل7. من 7 ل 8 يستحيل الاستماع، مستحيل تسمعش اللي 7 ل 8. أوكتاف واحد فيه 8 النوطات، مجموع النوطات 8 مضروبة على 7 كتعطيك 56 نوطة. 56 حتى ل 64 يستحيل الاستماع. قبل 1930 النوطة الأصلية رصات النوطة الموسيقية في 32 هرتز من طرف الكنائس من فوق حتى ل 1930 قبل. ومن بعد ذلك تحولات من طرف الكنائس، ومن بعد ذلك تحولات إلى الشارب. والشارب هي الماسونية، الموسيقى الماسونية. 44 هرتز في الثانية، 44 هرتز في الثانية. إذن هنا إلا غادي يناقش الموسيقى وعلي فين غادي تخرج. وكاينين الناس اللي عندهم لو تيست، هذاك فاش غادي يتيستي ليك هاد لي هرتز وهاد لي نوط وهاد الشيء كله، إلا غادي تدخل ليه راه ما غادي توقف بحر. وبغيت نكتفي غير بهذا سميتو. كاين واحد العدد ديال المسائل تقلت، حيت دابا هي راه ماشي غير هاد الفنان اللي داز عندهم بولمساي الله يرحمه. وكاين ما يتقال انه لا نوط ولا داكشي، راه باش ما تزاكلتي مع داكشي فلوطار، باش ما تزاكلتي مع داك القديم تا سويسيت ولا داك الخماسي والمقام الخماسي ولا وزيد. وكاين ما يتقال في هذه القضيه هذه، حيت ما كنبغيش انا ندخل كاع بزاف في الموسيقى، غير ملي كتشوف بعض المسائل ماشي ما مقداش والترباج في الهضره وهذه ما كنقبلش. والله يوفق الجميع. وكنتمناو وكنطلبوا من المسؤولين يردوا البال لهاد الفنانه، لان هاد الفنانه راه ما استفدوش. وراه هاد الفنانه والشعر ديالنا راه شعر، سورتو شعر الرويس راه شعر ماشي وناسها. هذا راه شعر فيه نص وفيه رسالة وفيه الرمزية وفيه الصورة الشعرية، ما فيش أمزاتي دور الدرغ، ما فيش شدوني لا نطيح، لا، راه فيه الرمزية الخارقة. إلا ما كنتيش سميتو كتفهم الرموز ما غاديش تحل حتى شي قصيدة. يكفي
هذا القدر خوتي، ما نكثرش عليكم. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر.